نفتح أي متصفح، نكتب في هذا المكان x.com. الأول، قبول شروطهم. بعدها نضغط على إنشاء حساب. نكتب هنا معلومات لإنشاء حساب. نكتب اسم المستخدم كما في هذا المثال، ولا يهم اللغة التي تكتب بها. ندخل الإيميل الخاص بنا لكي يتم التسجيل. ضع إشارة في المربع لإعطاء موافقتنا على شروطهم. إعطاء موافقة لتأكيد على استخدام الحساب من شخص بالغ. بعدها ينقلك إلى هذه الصفحة للتأكد، وهي عملية بسيطة. عليك أن تحرك شكل الشخص بالأسهم يمين أو يسار لكي يترحك الشخص ليجلس في سطر الشكل عمودي وسطر الحرف أفقي. لاحظ توافق جلوس الشخص مع سطر الصورة وسطر الحرف لكي ينتقل للخطوة الأخرى. ونعيد هذه الخطوات 3 مرات لكي يتم التأكد من الموقع. تم التأكد بالموافقة. سيتم إرسال كود سري إلى إيميل الذي أدخلته، والأرقام عليك أن تكتبها في هذا المستطيل. سيتطلب الأمر إلى أقل من دقيقة في حال طال الوقت. اضغط على الجملة تحت المستطيل لإعادة إرسال الكود. نكتب الكود ومن ثم نضغط. الموقع يطلب منك إنشاء كلمة سر باسورد، ثم نضغط على زر التسجيل. اختيار اسم خاص بك، ولتغيير الاسم الخاص من هنا. اختيار أكثر الأمور التي أنت تهتم بها. تم التسجيل، وهذا هو حسابك فعال. ابحث من هنا عن الراديو. ممكن أن تبحث عن الراديو باللغة العربية أو الإنجليزية. نختار شعار الراديو. هذه هي صفحة الراديو. إذا أمكن تعمل اتباع للراديو. نتمنى أن تدعم الراديو من خلال المتابعة وسماعه من هذه المنصة.